السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي المغاربة لا داخل الوطن ولا خارج الوطن، نحييكم من هذا المنبر ونقول لكم تحياتي لكم، ودائما راكم أعزاز وغالين. وسمحوا لي لا غبت عليكم لأن الظروف كل إنسان له ظروفه الخاصة، فنحييكم حق التحية وراكم أعزاز وغالين. والموضوع اليوم هو موضوع الشباب. بغينا الشباب، ما بغيناش نشوفوا بحال هاد الجرائم البشعه وهذا الشيء اللي كيوقع. يعني هذا الشيء ما كيخليش الانسان كتشوف كانسان بحال لو ولينا. نتمنى من الله سبحانه تبارك وتعالى واحد الرساله موجهه للشباب. انا قضيت واحد 3 العقود من الزمان من الخطا، انا كنرشدكم من الخطا الذي تعلمت منه. نتمنى من الشباب اللي هو طيب والشباب الناضج يعرف هذه الفكره هذه، يجتنبوا الخطا ويجتنبوا الافات ويعود الانسان غادي في واحد الطريق بما يرضي الله ويرضي العباد. ويكون الانسان يتريني، يقرا مزيان ويتحرك، يخرج يتريني ويقرا ويحمد الله. ولكن الا حمدت الله ان الله مع الصابرين اذا صبروا. الا صبرتي اليوم بعد غدا بعد غدا وصبرتي وقريتي مزيان، لابد ما توصل للمبتغى ديالك باي وسيله من الوسائل المحموده. الاشياء اللي هي محموده ضروري من رد راسه في الاتجاه الصحيح، ما يصح الا الصح. كما يقول الاذان ديالنا كيقول ها هي على الصلاح ها هي على الفلاح. يعني الانسان اللي دار راسه في الصلاح غادي يربح، واللي دار راسه في شيء جميل غادي يلحق له. نتمنى من كل هو الشاب اللي لا تصنت لهذا الفيديو يروى. حنا ما بغيناش نعاودوا لكم غير الاجرام لان الاجرام لا يحمده اي انسان ولو كان حيوان. الا شافك عنيف يقدر ينفرك، يهرب منك. عرفتي شنو ينفرك؟ لان كيشوف العنف، والعنف ماشي من الاخصال المحموده. والاخصال المحموده هي تكون الاشياء الطيبه والاشياء اللي كيرضى بها الانسان على طريق المستقيم. ويشد الانسان يتريني ويقرا ويبدل، ومن احسن احسن من احسن احسن لابد ما توصل المبتغى ديالك. الا انت شديتي واحد الطريق اللي هو طريق جميل، والطريق الابيض مولاه كيوصل. اللي شد واحد الطريق بيضاء ماشي طريق سوداء، شد الطريق البيضاء. وفوتوا عليكم المهلوسات وهذا الشيء ديال المخدرات، لان المخدرات كتعيشك اوهام، كتعيشك خيال. لابد خيال كتدير كما كيقول المثل، تعيش قصة 1000 ليلة وليلة، ولكن الصباح ملي كتستيقظ وكتفيق كتصيب راسك لا شيء. يعني عيش الواقع بحلاوته ومره، عيش الواقع. لان كنتكلم معاك انا ما كنتش نشوف هذا الربيع هذا. راه الانسان كيدخل السجن ما كيشوفش هذا الربيع. هاد الطبيعه اللي كنعيشوا فيها كتعود تبكي، ولكن الندم ما كينفعش. الندم ما كينفعش. والانسان ملي كيتحرم من هذه الحريه عاد كيعرف بحق الحريه ماذا تدرك. كيعود يقول لك كون صدت غير كاس تاع الماء وطرف تاع الخبز. ولما لا نستعمله وانا في الحريه ونعرف ماليه ومعاليه، ونمشي في الطريق بما يرضي الله ويرضي العباد، ونحترم صغير وكبير. واكيد الا كنتي مخلق غتصيب المتخلقين، اكيد من هذا. كنتي طيب غتصيب الطيبين. وهذه هي الحياه، وهذه هي قواعد الحياه. الا رضيتي راه غادي رضيتي بالقسم ما غتكون من احسن الاحسن. وهذه هي الرساله اللي بغيت نوجه للشباب. شوفوا خوتي الطبيعه هذه اللي الانسان دابا هذه ما كيعرف بحقها غير اللي هو مسجون. شوف انت النوار تبارك الله الطبيعه كي دايره. كاين اللي غادي يعرف بحقها اللي هو محروم منها. لان كما كيقولوا المثل المغربي كيقول لك الصحه تاج فوق راس الصحه وما يحس بها الا المرضى. انسان الا كان مريض تيحس وكيندم وكيقول يا ريت كون رجعت لي صحيحتي. والانسان بصحته وكامل قواه العقليه وربي سبحانه تبارك وتعالى يعني نعم عليك بالحريه. نخرج ناكل طرف تاع الخبز ونخرج بالحريه وندور ونتسارع ونتريني. شتي ملي تصيب راسك تشحنتي وعمرتي، خرج لبس برديله ودير السيرفيط ونجري نتحرك
نتحرك، نخوي ذاك الغبن، ذاك الحقد، ذاك الشحن الخبيث، نحيدو من صدري ونعيش لا ليبرتي، ونخرج لواحد البلاصه اللي تكون خاليه من البشر. لان اولياء الله الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عندما كانوا يتلقاو الوحي ما كيتلقاوش مع البشر، كيخرجوا من طريق البشر، كيخرجوا للخلا. انا هذه ما حاشا لله باش نقولوا هذا المثل، ولكن عطيناكم هذه النقطه لان ملي كتخرج وكتصيب راسك منعزل بوحدك على بنادم، كتصيب راسك بخير وعلى خير، يعني كتقدر كتخشع لله سبحانه تبارك وتعالى، كتقدر تبكي على ربي سبحانه تبارك وتعالى. واكيد الله يسر ولا يعسر، هذه اكيد منا، لان الله شكون المطلوب في هذه الحياه؟ هو الله. شكون اللي كيرزق؟ هو الله. شكون اللي كيقتل؟ هو الله. شكون اللي كيحيي؟ هو الله. يعني ربي سبحانه تبارك وتعالى كيجمع كل من توكل على الله فهو حسبه، يعني من كيدير عقيده ديالو في الخالق وليس المخلوق. لابد ما توصل. وكاين اخواني غادي يعجبهم الفكره، وكاين اخوان اللي ما هذاك كل واحد له، ولكن ربي كبير على كل شيء، ربي كبير فضله وكبرت اراضيه ومخلوقاته، والحمد لله لهذه الحياه. لان كنوري لكم هذه لانني انا تحرمت منها 3 العقود، وانا كنعرف بحق هذا الشيء اللي كنقول، لانني كما نقول لكم جينا لهذه الطبيعه، وهذا كرياج يعبر فرق ما بينك وبين الكرياج. هذا هو اللي بغينا نوصلوا له. ودائما نحيي كل من له ضمير حي، وكل الانسان اللي كيستوعب الكلمه وكيجيبها في الصميم وكيحلها وكيديرها في اتجاه الايجابي وليس اتجاه السلبي. ونوصيكم بالدراسه ثم الدراسه ثم الكتابه، وتعمق في الكتوبه، ولا بد ما تسيب واحد الراحه نفسيه واحد الموسوعه كبيره، لان احسن صديق هو الكتاب، لانه احسن صديق يناقشك ولا يجادلك، يفتح لك افكارك ولا يبعتر اوراقك. فهذا اللي بغينا نوصلوا له، واللي بغيت نقول دائما 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 دائما، لان هذه الجرائم اللي ولات توقع وهذا الشيء اللي كيوقع فهو نوع من الخطأ ونوع من الغباء والجهل، لأن الإنسان جاهل. ثم خذوها مني على يقين، راه الإنسان غادي يندم أشد الندم، ولكن الندم ما كينفعش. وتبكي شكون حس بك، وتشكي شكون حس بك، كضرب طون وحرور. ويا ترى شوف واش تخرج ولا ما تخرج. تتبغي بحال الطبيعة ما تشوفهاش، خذها مني على اليقين. تتبغي بحال الطبيعة والله لا شتيها، تتقول يا ريت كون صرت نخرج انا نبقى غير جايل غير غادي، وبنادم تقول يصليني ويضربني وما نهضرش. الا ضربني نقول له الله يرحم الوالدين. علاش؟ حيت استفدتي. ولما لا الانسان يكون واعي ويكون ناضج ويستفد بلا ما يطيح في الحفار ويبني الحياه ديالو. شحال من واحد كان لا شيء وصبح شيء همه وشان، ولكن بالطريق المستقيم درجه درجه. الشترى كطيح نقطه نقطه، وكتحمل الشعاب وكتحمل الانهار كتحمل. لما لما نقتنعوا ونمشي على قدي ونمشي بواحد الطريقه اللي هي الانسان يكون قانع بها ويكون بخير وعلى خير. هذا هو الامنيه ديالي يا وليداتي. الله يجازيكم بخير. اوليداتي كونوا واعيين وكونوا ناضجين، وتبع اللي يبكيك ولا تبع اللي يضحكك، لان اللي يضحكك كيضحك عليك وفي جهنم غادي يرميك، ولا في حفره يطيحك ويخليك. من احسن استفيد تبع اللي يبكيك واللي اقتنع، ونقدر ندير اي حاجه اللي هي ترضي. ما نسولش بنادم، ماشي بنادم يقول لك لا انا ما صدت. انا دابا حاليا انا قسما بالله الله شاهد عليا واستسمح، هالوراق دابا عمل كلهم ما لقيناش فين شي اياد تتمدنا. وهذا كوفوكاسيو ديال الطبخ، طباخ ماهر بدون شهاده بدون كذوب ولا فلسفه. هالوراق ها هما عندي كلهم، تقدمنا لجميع المؤسسات وتقدمنا لكل شيء، ولكن ما لقيناش. والحمد لله حنا راضين بالقسم وراضين بالقناعه وغادي مقتنعين، والحمد لله. وخاصنا واحد المؤسسه لانها مؤسسه محمد السادس اعاده اندماج السجناء ما استفدناش منها،
ما سولناش، حنا غادي نجادلو ونخاطبو لعل وعسى نصيبو واحد الودن صاغيه وواحد القلب كبير، واحد القلب كيخاف الله سبحانه عز وجل، واحد القلب اللي كيشوف الانسان اللي تصلح نعم الاصلاح، فلما لا يعطيك حتى واحد وينظرفك واحد النظره ايجابيه ويمد لك يده من يد الرحمه ويقعدك وتتا، او لما لا شي مواطن صالح مسك عليه الله يفتح لك واحد الفرصه فين انت تتكون راسك. الحمد لله حنا ماشي غنشكروا نفوسنا، ربما من عاشرنا غادي عرفنا حق المعرفه لان عرفنا ما لينا وما علينا، استفدنا بما فيه الكفايه. فهذا هو الطلب كنوجهه لا المسؤولين ولا الشباب ولا كل مغربي حر، كنقول له اتقى الله في نفسك واتقى الله في إخوانك. هذا هو اللي المقصود ديالي، لأن الإنسان عندما كيتقى نفسه أكيد غادي يتقى الغير، ومن اللي ما يتقاش نفسه راه ما غيتقاش. ولكن كونوا على يقين الإنسان اللي كيلعب بالنار لا بد يوم من الأيام غادا تحرقه هو ولا تحرق غيره، غادا تحرقه، ولكن غادي يشكي بديك الحرقه، ولكن لا من يداويه الى الله. ولكن يبقى غادي يشوف يعيش ولا ما يعيش، او يخرج ولا ما يخرج. فهذه رساله موجهه لجميع الشباب وجميع الاخوه. وها انتم كتشوفوا هذا القطار دايز، ها انتم القطار فين ما بغيتي تمشي سير. المغرب جميل بالسياسه الرشيده ديال محمد السادس حفظه الله ونصره، بواحد والناس المسؤولين الشرفاء والنزهاء اللي مسيرين المغرب في احسن حله واحسن بلد، يعني بلد جميل. المغرب من احسن البلدان كما كنقولوا دائما نقولها، من احسن البلدان في العالم. غير حنا اشنو اللي فسق هذا المجتمع؟ لان 3 عقود وخرجت 6 عالم اخر من واحد العقليه، وليس عالم من شي حاجه اخرى، من العقليه. لان هناك كاين نفاق اجتماعي، النفاق اكثر في الناس. السيد كيقول لك اوديها كاين يعاهدك، ولكن الغد يخون بك، ما عندوش كلمه. او كتريح معاه والسيد مريح معاه كيمدحو قدامك، ما عندما ينوض كيطعنو في ظهره. فهذا هو اللي انا ما لقيتوش. وحنا كنا في السجن وما ادراك السجن، ولكن ما كناش نعيشوا هذا النفاق، كنا نعيشوا المصداقيه. عرفتوا علاش كنعيشوا المصداقيه؟ لان عندما كتقول شي كلمه خايبه في الاخر والاخر تلحق له، الا لحقاته احسب راسك من عداد المفقودين، لانه حيت هو في السجن. اما هنا ناس كتخاف وعارفه القانون وما ادراك القانون، وناس كيمشيو تحت المسطره، كيمشيوش فوق القانون، كيمشيو مع القانون. لان هذاك الشيء علاش ما كيرتكبوش اخطاء. ونتمنى مرحبا. اشنو ياك ما قلت شي حاجه تكلم؟ ربما الصديق ديالي اشار لي واحد الاشاره ونستسمح الى قطعت. فنشكر جميع المغاربه، خوتي المغاربه دائما كنقولوها، المغاربه الاحرار. تحياتي لكل عسكري حر من القوات المساعده والجيش، تحياتي لكل رجل في القوات المساعده